دي يا جماعه مش صيدليه ولا مخزن مثلا بيبيعوا فيه كذا براند سكين كير، دي بيوتي روم، او مش هقدر اقول عليها بيوتي روم، هي سكين كير روم لبلوجر، فيها بقى كل خيرات الله من السكين كير من كل البراندات وكل الانواع. هل ده طبيعي؟ لا، بس للاسف احنا بنشوفه كتير قوي على السوشيال ميديا، وانا واحده من الناس عندي سكين كير كتير بحكم شغلي. انا جايه اقول النهارده، هل احنا كبنات طبيعيه بنستخدم سكين كير يومي او روتين عادي محتاجين كل البرودكتس دي؟ اكيد لا. تعالوا اقول لكم انتوا كل اللي محتاجينه ايه في الروتين بتاعكم. تعالوا نشيل النضاره عشان نعرف نستخدم الحاجات اللي هنجربها النهارده. اول حاجه غسول، وات ايفر نوع الغسول اللي هتستخدميه، اهم حاجه يكون مناسب مع نوع بشرتك وتكوني مرتاحه فيه. خلاص غسلنا وشنا بالغسول ونشفناه كويس، يجي بقى لخطوه التونر. يعني بالنسبه لي هي مش اساسيه قوي، بس هو لو تونر من الانواع اللي فيها اكتف، ولو التونر ده مريحك وانت حاسه ان بشرتك مستفيده منه استخدميه. بعد كده السيرم. ترتيب السكين كير على البشره بصفه عامه من الخفيف او الليكويدي للتقيل او الثيك. يعني لو حتى هتستخدمي كذا نوع سيرم، شوفي انهي قوامه اخف واستخدميه الاول. اهم حاجه انك تستني عليه لحد ما تتاكدي ان بشرتك شربته. دلوقتي حطيت سيرم فيتامين سي، وات ايفر بقى نوع السيرم اللي انا هحطه بعد كده، استنى شويه ما بين التو سيرمز لحد ما اتاكد ان البشره شربته خالص، بحيث ان البشره تكون استفادت منه. انا بعمل ايه لحد ما اتاكد ان بشرتي شربت السيرم؟ احط بقى كريم العين اللي انا عايزه استخدمه، وابتدي بقى اعمل شويه مساج لعيني كده، وابقى بعمل الروتين بتاعي، وفي نفس الوقت شويه دلع لنفسي. هنسى طبعا الليب بالم او الليب ماسك اللي انا بستخدمه عشان ارطب شفايفي، اللي مضايقه نص السوشيال ميديا مش عارفه ليه. يا جماعه انا مهما ارطب شفايفي شكلها على طول ناشف عشان بقشرها. خلاص يا جماعه توقه. بعد كده الخطوه اللي قبل الاخيره وهي المرطب. خطوه المرطب دي ما ينفعش ما تعملوهاش. عارفين لو مش هتعملوا كل اللي فات ده بس هتحطوا مرطب، حطوا مرطب كل يوم. هاتوا نوع مرطب كويس مناسب لنوع بشرتكم، استخدموه كل يوم، بجد هيفرق في شكل بشرتكم. اخر خطوه، والخطوه دي مهما كان شتاء صيف، في شمس طالعه مفيش شمس طالعه، قاعده في البيت نازله، حطوا صن بلوك. عايزه اقول لكم ان انا في ناس اعرفها بسبب الصن بلوك بشرتها اتغيرت بمعنى انها اتغيرت، كان في سبوتس في بشرتها راحت، ملمس البشره بتاعهم نفسه شكله بقى احسن. حاجه اخيره وبجد مهمه جدا، مش كل ما نشوف برودكت نازل ترند على السوشيال ميديا نجري نجيبه، بالذات لو مش مناسب لنوع بشرتنا او بشرتنا مش محتاجاه. يعني لو انت عندك روتين بتستخدميه كل يوم مرتاحه فيه وشايفه منه نتيجه حلوه، خلص قرريه تغيريه لما تحسي ان هو ما بقاش يعمل افكت. لكن مش كل ما سيرم ينزل او كريم ينزل او غسول ينزل هنجري نجيبه، وده السبب اللي بيخلي بشرتنا تبوظ وبيخلي بشرتنا يبقى شكلها مش حلو ويطلع لنا حبوب فجاه. لخبطه البرودكتس ديت وفجاه تدي بشرتك شوك ان انت كنت بتستخدمي حاجه بتركيز معين بعد كده تغيريها، هي اللي بتعمل مشاكل في البشره. ثبتي الروتين بتاعك، اما منتج منه ما يبقاش افكتيف او ما تبقيش حاسه ان هو عامل معاكي اي شغل، ابتدي شوفي له بديل. غير كده ما تنبهروش بالترندات، ما تنبهروش بالبرودكتس اللي كل نص ساعه بينزل لنا برودكت جديد، لان صدقوني اغلبها بيبقى ماركتنج، واللي هينفعني او نفع غيري ممكن ما ينفعش مع بشرتك.